حتى ما أتخيل إني أسافر بدون إيدين. يعني من يوم وهي صغيرة نونو أنا ما سافرت ولا مرة بحياتي بدونها. حتى في كذا مرة رحت روسيا لوحدي دائما أخذها معي. عمرها كان 2 لسه نونو صغيرة. تخيلوا أنا مع الشنط ومعاها وتبهدلت، بس ما أتخيل إني أسافر بدونها. وكمان لأن أمي بعيدة، يمكن لو أمي كانت عايشة معي بنفس المدينة يمكن كنت مثلا واحدة من السفرات تكون كذا بسيطة 2-3 عادي أخليها مع أمي. كذا تكون سفرة استجمام، لأنه مع الأطفال صدقوني ما حتكون سفرة استجمام 100%. تعرفوا أنتوا الأطفال ومتطلباتهم اللي بتخلص البس يا لولي، لا ما أبغى ألبس. عاني الحين أنا وياها مع الجاكيت والجلافز، كل شوية تشيلهم وأقعد أرجع لها، بعدين شوية حمام. وين أدور لك حمام يا بنتي؟ الأكل مثلا تعشى تقول أنا ماني جوعانة ما أبغى أكل، نرجع الفندق ماما أنا جوعانة. فمع الأطفال ما في استجمام 100%، بس في نفس الوقت بدونهم تحس السفرة مو سفرة، تحس الشيء فيه ناقص كذا، إنه ما تنبسطوا 100%. عبد الرحمن وإلين سبقوني، والله جو بارد يدي بردت، شوفوا صار لونه أحمر. المهم يسألونا يقولون لنا كم يوم حتقعدوا هنا؟ 20 يوم إن شاء الله. والله ما ندري، احنا ما حجزنا للرجعة، بس يمكن بكرة نحرك، بعد بكرة نحرك كذا حنشوف. يعني ما عندنا كذا يوم، يعني يوم محدد، لأن قاعدين نشوف الأماكن الحلوة ونشوف يعني كم يبغى لنا يوم. أتوقع يبغى لنا يوم بس. وين؟ إيش في؟ أوكي. خلصنا رحلتنا، طلعنا أعلى جبل والحين نازلين بالتلفريك. إيش اسمه الجبل عبد الرحمن؟ أو إيش اسمه المكان بشكل عام؟ تلفريك شو اسمه؟ سراييفو. تلفريك سراييفو. يا جماعة الجدول اللي حطيت لكم إياه الحين راجعته لقيت إنه أحس مثل اليوم الأول والثاني مرة حاطين أماكن قليل. يعني تخيلوا إحنا اليوم بدينا الساعة 12:30 خلصنا 3 أماكن، فأحس يمديكم تحطوا مثلا 6 أماكن في يوم واحد، بس بشرط تصحوا بدري. صح. أنا عبيد. والله يمديكم تخلصوا في 3 أيام أحس يمديكم تخلصوا كل شيء، صح ولا لا؟ صح، يمديهم والله، بس أهم شيء ما تكون المشاوير البعيدة. عرفتي، لأنه في أشياء تكون مشاوير بينهم. أنا زي مدن ثانية الناس يروحوها هنا كمان، ما يجوا بس يقعدوا في سرايا، يروحوا مدن ثانية فتبعد كذا ساعتين. شوف أنا أقول لك أغلب اللي يجوا البوسنة هنا يجوا يكشفوا كشتات وقعدات، طبيعة، يذبحوا لهم خرفان ويقعدوا. لحم هنا شكله لذيذ. رخيص القصات. اوكي. الله يستر عشان نوصل بالسلامة.